اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده بقى معانا منتج جديد من منتجات سترايك مي، وهي سماعه السترايك مي جي اتش 605. اول حاجه هو سعر السماعه دي، سعرها هو 285 جنيه من عند جيمستر تكنولوجي، الوكيل الرسمي لسترايك مي في مصر. هسيب لك لينكاتهم تحت في الديسكربشن، واستخدم كود EZ5 وانت بتشتري اي منتج عشان تاخد عليه خصم 10%. خلينا نبدا بديزاين السماعه دي. الديزاين هنا لذيذ كده، في كده خطوط بتنور RGB، ولوجو سترايك مي في النص برضه كده بينور RGB. فبصراحه الديزاين لذيذ كده. في نفس الوقت برضه انت بالفئه السعريه دي تقريبا ما عندكش سماعات فيها ديزاينز اساسا، او ما عندكش سماعات محترمه كويسه اساسا في الفئه دي. وخامات السماعه هي ميكس ما بين البلاستيك وخامه كده حديد كده او حاجه زي كده في الدراع الاساسي بتاع السماعه. فهو البلاستيك ده موجود عند الدرايفرات، والحديد ده موجود عند الدراع الاساسي بتاع السماعه. والسماعه مرنه جدا، فمش هتقعد بقى انت مثلا لو انت حركتها حركه غلط او كده هتتكسر منك او حاجه. فلا، هي السماعه مرنه، وده بصراحه شيء حاسس ان هو كويس. هي سماعه خامتها مش رديئه، خامتها كويسه في نفس الوقت برضو مرنه معاك، تقدر انت تتحركها، تكبت عليها شويه ولا بتاع مش هتتكسر منك او بتاع. فبصراحه خامات كويسه. بالنسبه للاير كابس، فهي الاير كابس هنا جايه من الجلد. الاير كابس ما حسيتش ان هي وحشه او حسيت ان هي خامتها رديئه او كده، ولا مثلا اتقشرت معايا في فتره الاستخدام اللي هي بقالها كام شهر، يعني مش فاكر كام شهر بالظبط بس هي بقالها شهور. فبصراحه لحد دلوقتي الاير كابس سليمه 100%، ويعني اير كابس كويسه. في نفس الوقت برضو البند اللي هو بتاع السماعه، البند ده كويس مريح، مش هيوجعلك دماغك او كده. فبصراحه كاير كابس وكبند موجود، فبصراحه كويسين جدا، وعاملين ميكس كده في الفئه السعريه دي. مش عارف هم عاملينه ازاي بصراحه. وهنا بدل ما يحط لك كنترول، حاطين لك كده بكره في الجنب تقدر انت تعلي وتوطي منها الصوت. فبصراحه اضافه كويسه جدا، بس فيها نفس السلبيه بتاعه السماعه اللي هي جناها قبل كده برضه من سترايك مي، اللي هي جي اتش 904، وهي ان هم مفيش زرار ميوت للمايك. فدي برضه يعني عايزين بس ان هم يصلحوا الحكايه دي في الفيرجنات بعد كده بتاعتهم لما يجوا ينزلوا فيرجنز تانية. بس يعني كان ناقصها بصراحه زرار بس في المايك كده، هنا في الجنب زرار كده يقفل المايك ويشغل المايك. بس يعني تمام ماشي، نبقى نعمل ميوت لنفسنا مش مهم. خلينا ندخل على مواصفات السماعه. دريفرات السماعه بتيجي بحجم 50 مللي، وبتيجي بفريكونسي ريسبونس من 20 هرتز لحد 20 كيلو هرتز، بتيجي بسبيكر سنسيتيفيتي 120 دي بي لحد نيجاتيف 3 دي بي. زي ما انت سمعت كده المواصفات. تجربه بقى استخدامي مع السماعه دي، فبصراحه تجربتي مع السماعه كانت كويسه. ما حسيتش بقى ان في حاجه طاغيه على حاجه قوي، لا الصوت كان كويس. الصوت بصراحه كان مناسب ان انا لو انا عايز العب العاب بتاع في الجيمنج، فهي كانت تمام. بالنسبه برضه للمونتاج كان تمام، طبعا مش زي السماعات اللي في الفئات العاليه، بس يعني في الفئه بتاعتها فهي بصراحه كويسه جدا. مفيش حاجه افضل منها في الفئه السعريه اللي موجوده فيها. وفي نفس الوقت برضو في شويه حاجات مثلا تتفرج على الافلام بتاع كده برضو مش هتضايق خالص. فهي بصراحه كناحيه الصوت، فهي في الفئه السعريه اللي هي موجوده فيها بصراحه السماعه تمام. بالنسبه بقى للمايك بتاع السماعه، فهنا المايك الحلو فيه ان هو مرن كده، انت تحركه وتجيبه يمين وشمال وبتاع، فبصراحه كان تمام. وهنا السماعه بتيجي بمدخلين 3.5 مللي، واحد للمايك وواحد للسماعه، وبتيجي كمان بمدخل USB عشان الار جي بي اللي موجود فيها. والار جي بي اللي موجود هنا هو فيكسد ار جي بي، يعني مش بتقدر انت تتحكم فيه او كده، هو بيفضل ثابت كده. بس يعني كويس بصراحه، والوانه كويسه وكده كده. انت السماعه يعني الار جي بي فيها ما حدش يعني بيبص على الار جي بي او كده. الخلاصه ان انت لو انت عايز سماعه في فئه سعر اللي هي اقل من 200 جنيه، وعايز ان هي يبقى صوتها كويس شكلها حلو والمايك بتاعها يكون كويس، فمن الاخر كده السماعه دي موجهه ليك. يبقى انت تروح على طول تجيب السترايك مي جي اتش 605. تجيبها منين؟ من عند جيمستر تكنولوجي. هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن، وما تنساش تستخدم كود EZ5 عشان تاخد عليها خصم 10%. فبس كده، اتمنى اكون غطيت كل حاجه عن سماعه السترايك مي جي اتش 605. اشوفك الفيديو اللي جاي، وسلام.